كباب إيراني مع العيش المدخن أكلة كتير طيبة. عندي كفتة رح أقرصها بهالشكل هيدا، ومباشرة رح أصفهم بصينية الفرن وبدهنهم بمنقوع مي الورد والزعفران والزيت. بدخلن على فرن محمى مسبقا من الأسفل والأعلى درجة 200 حتى تستوي الكفتة وتاخد لون خفيف. لتحضير العيش سمن بهارات صحيحة من اختياركن، رز حبة طويلة، ملح وفلفل أسود. بقلب الرز شوي مع السمن، بسكب عليه مي مغلية وبتركه على نار قوية حتى تنشف 3/4 كمية المي. من بعدها بخفف النار، بغطي على الرز وبتركه حتى تنضج الحبات بالكامل. رفعت الرز عن النار، سكبت عليه منقوع الزعفران، بحط قطع الكفتة بعد ما طلعتها من الفرن، وبدخن طبختنا بهاي الطريقة فحمة مع شوية زيت. بغطي عليهم مدة 2-3 دقايق وبتكون طبختنا جاهزة للتقديم مع الخضرة المشوية والزبادي وصحتين.